خد نفس عميق واسمح لنفسك تسمع الصوت اللي دايما كان جواك بس كنت مشغول عنه. سيب كل حاجة وراك ثواني بس وارجع لنفسك. أوقات كتير بنستنى حاجة، بنستنى حد، بنستنى فرصة، وبننسى إن الحركة الحقيقية كانت جوانا. يمكن يكون الهدوء اللي احنا فيه ما كانش سكون، يمكن يكون بداية لصوت أعمق، صوت بيوجهنا من جوانا، صوت من زمان بينادي عليك. الصوت ده مش بيزعق ولا بيضغط عليك، ده صوت هادي بس حضن واسع، كأنه بيقولك أنا هنا مهما بعدت. الصوت ده مش صوت الناس ولا صوت خوفك ولا النبض اللي عايش جوه دماغك من سنين. الصوت ده روحك، روحك اللي تعبت من السكوت، اللي وحشتها الحنية، اللي بقالها كتير مش متشافة. عارف بتحصل امتى اللحظة اللي بتكسرنا؟ لما نكون حوالينا ناس كتير بس مفيش حد سمعنا ولا حتى احنا سامعين نفسنا، وساعتها الصوت ده بيظهر بيقولك بكل بساطة ارجع لي، أنا عارفك أكتر من أي حد تاني، أنا مش بعيدة، أنا بطبطب عليك، أنا مش بسألك ليه، أنا بس موجود. خد نفس كمان مرة وفكر في حاجة واحدة بس. إمتى آخر مرة سمعت فيها نفسك؟ مش الناس ولا التوقعات ولا المسؤوليات، نفسك بصوتها الحقيقي اللي بيقول أنا تعبت، أنا محتاج أهدى، أنا نفسي ارتاح ومحدش يطلب مني حاجة. الصوت ده لما تسمعه بتبدأ تتصالح مع كل حاجة، مع خوفك، مع فشلك، حتى مع اللي سابوك ومشيوا، لأنك لأول مرة بتختار إنك تكون مع نفسك، مش بتلومها ولا بتعاتبها. وساعتها بس هتحس إنك مش محتاج تشرح لحد ولا تبرر ولا تثبت إنك تستحق، لأنك بتحب نفسك بصوتك مش بصوت غيرك. خد نفس تاني وانت بتتنفس قول جواك أنا برجع لنفسي، أنا بحضن نفسي، أنا سامع صوتي، وأنا بختار أكون موجود معايا. وسيب المساحة مفتوحة للصوت ده يرجع يتكلم تاني لما تحتاجه، بس المرة دي انت هتسمعه. وافتكر دايما ان البداية الحقيقية مش هناك، البداية جواك، وده كفاية علشان تبدأ. صوت داخلي بيناديك.